طريقة تدريب هتخلي مستواك يضرب في السماء، هتخليك صقر على البورد. الطريقة دي لو فهمتها وطبقتها بشكل كويس هتلاقي نفسك مستواك عالي في فترة زمنية قصيرة. ازاي الكلام ده؟ يلا بينا. الطريقة بكل اختصار هي الوود بيكر ميثود. الوود بيكر ميثود هي طريقة مجربة وفعالة جدا عشان ترفع مستواك، عن طريق انها هتحفر جوه دماغك من غير ما تفكر. ازاي دماغك هتحفظ الباترن او الطريق اللي يوصلك لان انت تاخد ادفانتج تو وين ماتيريال او تدي تشيك ميت. الكلام ده موجود في كتاب الوود بيكر ميثود. الكتاب ده جميل جدا. هقول لك ازاي يشتغل دلوقتي الكتاب مقسم لثلاث اجزاء: الايزي والانترميديت والادفانسد. احنا كفايه علينا قوي الايزي والانترميديت، لان الايزي والانترميديت حوالي 900 بوزيشن. جميل جدا. اقول لك بقى الطريقه شغاله ازاي. دلوقتي حضرتك هتدي نفسك شهر. الشهر ده هتحل كل يوم عدد معين من التكتيك، وليكن في اليوم الاولاني حليت 20، في اليوم التاني حليت مثلا 30، في اليوم التالت حليت 15 تكتيك في تايم معين لحد نهايه الشهر. هتلاقي نفسك حليت في نهايه الشهر سي مثلا 500 بوزيشن بدايه من البوزيشن رقم واحد. تمام. تدي نفسك راحه يومين وبعد كده تاخد نفس ال 500 بوزيشن دول تاني. بكرر تاني ولكن في نص شهر، في نص المده. يبقى انت قسمت الوقت. تمام. خلصتهم هتاخد نفس ال 500 بوزيشن ولكن في اسبوع واحد فقط. انت كنت واخدهم في اسبوعين، دلوقتي هتاخدهم في اسبوع. وتكرر العمليه دي، تقعد تقسم الوقت لحد ما يوصل بيك انك تحلهم ال 500 بوزيشن في يوم واحد فقط. الفكره دي جميله جدا، هدفها انها تحفر الطريق جوه عقلك الباطن من غير ما تفكر. جميله جدا، جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتس. ويلا بينا نبدا مع بعض اول فيديو. جميع المواقف في هذا الكتاب من ابطال العالم، يعني هتلاقي جودة نقل رايقة جدا. تعال نشوف مع بعض اول بوزيشن معانا من ويليام شتاينتز، اول بطل عالم طبعا. زي ما احنا شايفين البيشوب ضارب الدياجونال وفي ضغط كبير على البون ده، فبالتالي انا ممكن افجر الموقف بنقلة زي روك تيكس بتجبر الكينج، لان طبعا المربعات دي مقفولة، ان هو ياكل الروك، وساعتها الروك التانية تيجي بتشيك ميت. احنا دلوقتي بنحل الكتاب ولكن بادئ واحدة واحدة. طبعا المواقف الأولانية بتكون سهلة وبتبدأ تتعقد واحدة واحدة. الموقف الثاني الأبيض اللي عليه اللعب دلوقتي زي ما احنا شايفين الروك ضربة الفايل، وفي نفس الوقت البيشوب كمان عامل كنترول على الدياجونال الجميل ده. يبقى إذا الكينج محبوس. يبقى أنا أستفيد إزاي بالمعلومة دي؟ إن أنا بكل بساطة أضحي الروك ده. كده البيشوب يقدر ياكل الروك. ما أنا عايزك تعمل كده عشان أزق البون بديسكفرد أتاك، ديسكفرد تشيك. وطبعا مفيش اي حاجه تحمي الدياجونال ده غير ان البيشوب يطلع، وساعتها ياخد تشيك ميت اسمها بودنز ميت او مات بفيلين زي ما احنا شايفين. نيكست الابيض يلعب ويكسب. زي ما احنا شايفين في حاجه هنا اسمها اوفرلودنج. الاوفرلودنج يعني ايه؟ يعني التلات قطع دول على خط واحد. طيب يبقى اذا انا لو حركت البيشوب ده من مكانه يبقى انا بتارجت البيشوب اللي وراه، لان انا عامل باتري بالروك والكوين. يبقى اول حاجه بفكر فيها ان انا باكل النايت اللي واقف في الاف 4. لما ياكل بالبون بزق البون، بضحي ببون عادي ملوش اي لازمه. وطبعا لو البيشوب كل ساعتها انا على طول باكل البيشوب واكسب. نيكست الاسود اللي عليه اللعب فكر. وطبعا يعني مش محتاج اقول لك ان انت ممكن تعمل بوز في قبل كل بوزيشن عشان تفكر فيه وتجيب الحل لوحدك. طيب دلوقتي الاسود لقى نقله جميله جدا. زي ما احنا شايفين الكوين قدام الكوين، والكوين اساسا مطلوب بالروك، ولكن الاسود يلاقي نقله تفجر الموقف كله وهو الروك بتشيك. ايه ده انا كده بعمل ديفليكشن. بمعنى ايه؟ ان انت لو الروك بتاعتك كلت الروك يبقى انا بكسب الكوين بكل بساطة. طيب لو الكينج اتحرك تحت بهذا الشكل يبقى هو بياخد تشيك ميت هنا في الاتش 1، لان طبعا الرانك ما يقدرش ياكل وما يقدرش يطلع تاني مكانه. طيب ولو كل الروك زي ما احنا شايفين بتديله الاول تشيك، ممكن تديله تشيك الاول وبعد كده تكسب الكوين وتكسب الجيم. نيكست مكملين ويليام شتاينتز والموقف ده الابيض اللي عليه اللعب. وهنا زي ما احنا شايفين البيشوب ضارب الاف 7 بون، وفي نفس الوقت البيشوب الاسود عامل تثبيت للنايت ده ما يتحركش عشان وراه كوين.
فبالتالي انا بفكر في حاجه وتكتيك جميل جدا، ان انا بكل بساطه اديله بيشوب تشيك. الكينج لو كل بنط فورك الكينج والبيشوب. بمعنى ايه؟ ان الكينج لما يتحرك باكل، لما يتحرك في اي حته مثلا بهذا الشكل باكل، البيشوب ياكل وباكل، ويبقى كده معايا ادفانتج، لان من كده معايا بدائين زياده. وهنا الابيض اللي عليه اللعب زي ما احنا شايفين، احنا لسه في ويليام شتاينتز. الكوين والكينج على لاين واحد، وانا معايا دارك سكويرد بيشوب، يبقى انا بكل بساطه لازم استفيد من النقله دي. بس مش هتنفع دلوقتي ليه؟ لان في نايت، فبالتالي انا لازم اريموف الديفندر، وريموف الديفندر عن طريق الروك هات الكوين. فبالتالي هو هيضطر ان هو ياكله بالبون، واما انا مثبت على طول الوزير بتاعه. هتقولي ما هو ممكن ياكل كده، انا باكل بتشيك الاول. الموقف اللي بعده الاسود اللي عليه اللعب، وهو الموقف ده بيناقش فكره الاوفرلودنج او التحميل الزياده على القطع الديفندر. القطع الديفندر هنا الكوين. ليه؟ لان انا بكل بساطه الاسود عايز البيشوب ده، وفي نفس الوقت عنده نقله جميله جدا بزق البون، عايز تشيك ميت. فبالتالي انا الكوين قدام احد امرين، اما اني اكل البون او ارجع. تعال نشوف لو كل البون، بكل بساطه انا باكل البيشوب، يبقى كده معايا بيشوب زياده. طيب ولو رجع برضو نفس الكلام، انا باكل البيشوب، ما يقدرش يعمل لي اي حاجه، لان لو كل الروك بياخد تشيك ميت، ويبقى كده حلينا الموقف. اللي بعده الاسود اللي عليه اللعب، وهنا لازم تخلي بالك من الحصان الشرير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا عندي نقله جميله جدا، وهي كوين تيكس بيشوب اني واي. ليه؟ على حس ان انت لو كلت بالكوين بديك الفورك الجميله دي، وبرجع اخد الكوين بتاعي وفور فري القطعه اللي انا خدتها في الاول اللي هي البيشوب، ويبقى كده كسبت الموقف. اللي بعده الابيض اللي عليه اللعب، وهنا الابيض زي ما احنا شايفين الاسود عنده قطعه زياده، ولكن الابيض هيجيب القطعه دي ويكسب كمان، لان معاه تو كونكتد بونز من اخطر ما ممكن يرقي بيهم، والنقله هي روك تيكس نايت اني واي. طيب الكينج لو كل طبعا هيحمي ايه ولا ايه؟ الروك الكينج هينقض على الروك اللي واقفه في البي 5، وفي نفس الوقت عامل بريشر على الروك التانية، واقدر اكسب الجيم بكل سهوله بالكونكتد بونز اللي معايا اللي ممكن ارقيه. اللي بعده الابيض اللي عليه اللعب في هذا الموقف الجميل، ويليام شتاينتز مكملين مع بعض، وهنا يلاقي نقله تفجر الموقف. نقله بتحقق مات مشهوره جدا، شكل من اشكال الميتس مشهوره جدا، اسمها بودنز ميت. بودنز ميت او مات المقص او مات بفيلين، افتكرها كده. النقله هي كوين تيكس نايت بتشيك. الاسود ينقض على هذا الوزير الجميل، ولكن يلاقي البيشوب جاي في وشه بتشيك ميت. طبعا الكينج ملوش اي مكان ولا اي يعني نقدر نعمل بلوك باي قطعه معانا. 10 مواقف سهله جميله رايقه في اول فيديو، واشوفك في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.